مفيش فنان مهما كانت موهبته كبيره يقدر يكمل من غير ما يطور موهبته دي، فما بالكوا بقى باللي ما طورش من موهبته وما اهتمش يطورها اساسا واكتفى بشخصيه اسمها القرموطي. احمد ادم كان من اهم فنانين جيله، ويمكن كان محظوظ كفايه انه ياخد فرص ما حدش غيره عرف ياخدها، اذا كانت مع محمد صبحي او مع عادل امام. ولكن في النهايه كوميديته وصلت لمرحله الانتهاء. فازاي انتهت؟ هحكي لك. والآن خلقتك مش عجباني ابدا. زي ما قلت لك ان احمد ادم كان بجد محظوظ في بدايته، اذا كانت بدايته مع فرقه محمد صبحي ولينين الرملي، او مثلا مشاركته مع عادل امام بمشاهد كبيره اذا كان في فيلم المنسي او غيره، او بفرصه على الطبق من ذهب اسمها برنامج سر الارض اللي طلع منها شخصيه القرموطي وهي الشخصيه الانجح لاحمد ادم في تاريخه. فيبدا احمد ادم في مشواره اذا كان على المسرح او في السينما، منها مسرحيات نجحت جدا زي مثلا فيما يبدو سراء عبده او مسرحيه حوضه كرامه، ومنها افلام نجحت برضه زي الرجل الابيض المتوسط مثلا. ولكنه برضه كان له وقعات واعمال فشلت زي مثلا فيلم شجاع السيما، والفيلم الوحيد اللي فشل لمحمد فؤاد هو فيلم هو فيه ايه اللي كان مع احمد ادم بالتحديد. ويمكن بعيدا عن نجاح شخصيه القرموطي لاحمد ادم في السينما، ولكن فيلم هندي يعتبر من اهم الافلام المصريه من وجهه نظري، اللي جسد بشكل او اخر معنى الصداقه الحقيقي في مصر البعيد كل البعد عن اي اختلافات مهما كانت ايه هي. وفي نفس الوقت برضه بتنجح مسرحيه لاحمد ادم كان اسمها ربنا يخلي جمعه، نجحت على المسرح ونجحت في التلفزيون لما اتعرضت. ويعمل احمد ادم اكبر نجاح ليه في السينما تقريبا في فيلم معلش احنا بنتبهدل، بعد ما بيرجع لشخصيه القرموطي للمره الثانيه من بعد برنامج سر الارض. ومن بعد 2008 نقدر نقول ان احمد ادم تقريبا خلاص انتهت سلسله نجاحاته الكبيره قوي، لانه بعد كده بيعمل فيلم زي شعبان الفارس او مسلسل الفورياجي اللي كان سنه 2010، ويختفي 7 سنين احمد ادم، ويوم ما يرجع تاني بشخصيه القرموطي سنه 2017 في فيلم القرموطي في ارض نار. حتى لما رجع احمد ادم بعد غيبه طويله باعمال من بطولته ما فكرش يعمل اعمال ليها قيمه فنيه زي فيلم هندي اللي اتكلمنا عنه، ولكنه فكر ازاي يرجع ويكون بطل والسلام، فاضطر يرجع طبعا للشخصيه الانجح ليه وهي القرموطي. ولان احمد ادم من بعد 2017 تقريبا كوميديته افلست خلاص، يرجع في 2019 ويعمل فيلم القرموطي بيتمرمط، وتيجي سنه 2020 ويعملوا فيلم يتشال بعد اسبوع واحد من السينما، لان الفيلم قصته حرفيا مسروقه من فيلم فرنسي اتعمل قبل كده، واتعمل تاني فيلم امريكي بعدها بفتره، وهو كان فيلم صابر وراضي تقريبا. ومن بعد 2020 او خلينا نقولها ومن بعد اسبوع واحد في 2020 بعد ما الفيلم اتشال من السينما، تنتهي بطوله احمد ادم اذا كانت في السينما او في التلفزيون او حتى في المسرح، لانه بعد كده بيعمل فيلم 200 جنيه وبيطلع بدور صغير في كام مشهد بس في الفيلم. ممكن تقول ان احمد ادم كان بجد موهوب في يوم من الايام، ممكن تقول انه كان محظوظ بزياده فخد فرص جعلت منه بطل، ولكن الاكيد انه ما طورش من موهبته واعتمد على نوع كوميديا ثابت وشخصيه واحده بس ينجح بيها طول حياته. فمن بعد ما تنتهي شخصيه القرموطي والناس تستثقل دمها، كان لازم ينتهي احمد ادم معاها، خصوصا كمان انه ما تعبش قبل كده في قصه فيلم مهم قوي، اخرهم كان صابر وراضي اللي حرفيا منحوت بالحرف من عمل اوروبي. المهم انت قول رايك في موهبه الفنان الكبير احمد ادم، وتفتكر ايه هي اسباب انتهائه غير اللي انا قلتها. مستني رايكم في التعليقات، اشوفكم الفيديو الجاي. والآن خلقتك مش عجباني ابدا.